بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة يا رب وهنا. النهاردة بقى معانا وصفة حلوة قوي للكبيبة الغمراوي، هتعملوها بأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. معانا نص كيلو لحمة، لو عايزين تعملوا نص كيلو تمام. انا عن نفسي هعمل ربع كيلو لانه بيعمل كمية كبيرة جدا، فهعمل ربع كيلو لحمة. بس هاقول لكم كمان مقادير النص كيلو. ربع كيلو لحمة عليه ربع وتمن رز، يعني نص إلا شوية، لأن بيبقى ضعف الكمية بربع، يعني نص كيلو اللحمة عليه كيلو إلا ربع رز، يبقى الربع كيلو عليه ربع وتمن رز. فهنحط اللحمة بقى بتاعتنا دلوقتي في الكبة، وهنحط معاها فصين توم أو 3 فصوص صغيرين توم، وهنضربها لوحدها الأول عشان تتسمغ. ويا ريت اللحمة يكون فيها شوية دهن، يعني كل ما اللحمة بيكون فيها شوية دهن زيادة كل ما تبقى الكوبيبة أحلى. هنحط التوابل بتاعتنا مع فلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة، يعني نص معلقة من كل حاجة، نص معلقة صغيرة من كل حاجة. وهحط كمان 7 بهارات، ربع معلقة 7 بهارات والملح. وهحط معلقة كربونات، سوري، نص معلقة كربونات. المعلقة يعني نص معلقة مش ممسوحة، مش مليانة أقصد، سوري. الكربوناتو بيخلّيها تدّيها قوام حلو كده، ويخلّيها تربط مع بعض ما تفُكِّش منِّك. بعد ما ضربنا اللحمة شُفناها إزاي سمّغت كده وبقت كلّها كتلة واحدة كده، هنحطها على جنب في الحاجة اللي هنعمل فيها، وهناخد بقى الخضرة بتاعتنا. عندنا الخضرة إيه، عبارة عن إيه، شبت وبقدونس وكزبرة، إيه اللي هي زي خضرة المحشي بالضبط. وهنحط معاها بصلاية أو بصلتين صغيّرين وكام فص توم كمان. هنضرب الخضرة. في ناس بقى هنا في المرحلة ديّة بتعمل إيه، بتنزّل الخضرة على الرز وتحط عليهم اللحمة وتبتدي تعجن بإيديها. أو لو يا سلام بقى لو كمان عندِك هون بقى يدقّوها شوية في الهون، تبقى حلوة أوي وتحفة. في ناس بيحبّوا يضربوا الحاجات دي كلّها مع بعض تاني. أنا من الناس دي بصراحة، إن أنا باشجّع إن أنا أضربها تاني مع بعض. فضربت الرز مع الخضرة، وهانزل على اللحمة بتاعتي كده، وهابتدي بقى إيه، أعجن بإيدي كل الخلطة الحلوة ديّة كده مع بعض مع اللحمة. طبعًا الملح بنضبّطه زي ما على يعني حسب الرغبة. وكمان بنبقى وإحنا بنسوي الكوبيبة بنضبّط برضه الملح بتاع الشوربة، يعني مش هنكتّر ملح هنا عشان إحنا هنسويها في شوربة، فهيبقى الشوربة هي كمان فيها ملح. هنعجن بقى كل الكلام ده كده بإيدينا حلو أوي لحد لمّا كل الخلطة تتجانس مع بعض وتبقى كلّها متماسكة. ممكن نضرب برضه تاني يعني كمان مرّة في الكَبّة كل الخلطة دي مع بعض، و وممكن نعجن بإيدينا زي ما أنا باعمل كده. النهارده بقى تاني يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين كده. الناس بقى اللي أنا عن نفسي كان عندي أكل من باقي من قبلها بيوم، اللي عملته معاكم باقي عندي الرز، فهاعمل جنبه الكوبيبة النهارده. وهيبقى جنبها بقى سلطة خضرا كده وبطاطس، شوية بطاطس محمرين، وأكلة حلوة أوي وزي الفل، وبألف هنا وشفا على قلوبكم كده. عشان نشكل الكوبيبة بتاعتنا هنعمل إيه، حاجة كده فيها شوية زيت، وهنبل إيدينا بالزيت ونمسك قطعة كده نكورها على قد الحجم اللي إحنا عايزينه. بس يا ريت في الكوبيبة ما نحاولش إن إحنا نزود الحجم، عشان كل ما بتدي سماكة للكوبيبة بتبقى في السوا مش لذيذة يعني. فبنخلي السمك رفيع على قد ما نقدر، وطبعا مش رفيع لدرجة إن هي تتقطم مننا، لا تبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت إيه، مش تخينة. وهنبتدي بقى كده إيه، نبططها كده أهي. وهنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نخلّي الحروف بتاعتنا مش مشقّقة، يعني بنحاول نساوي الحروف عشان ما تبقاش مشقّقة. هنخلّص بقى كل الكمية كده، وعشان نخزّنها بنرصّها فوق بعض. وطبعًا طبقة الزيت اللي إحنا بنعملها بتخلّيها ما تلزقش في بعض، فما تخافوش من الموضوع ده. عندنا بقى هنا شوربة فراخ أو شوربة لحمة، أي نوع شوربة عندِك سوي فيه. ممكن لو ما عندكيش شوربة نعمل بقى إيه، شوية مَيّة كده بمرق الدجاج، ومعاهم بصلاية طماطماية شوية بهارات حلوين بتاعة الشوربة، ونسوي فيها الكوبيبة بتاعتنا. بعد ما تطلع الكوبيبة بناخدها، بنكون مجهزين بيضاية أو بيضتين وشوية لبن، وبننزل الكوبيبة في البيض، في الخليط بتاع البيض ده،
ونقليها في الزيت، وبتطلع كده بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. وعايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. وابقى الف هنا على قلوبكم يا رب كده ان شاء الله، وتجربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله.